السلام عليكم ومرحبا بكم على مطبخ وتدابير قسنطينية. وصفتنا لهذا اليوم هي سلطة متنوعة ومصبرة، وهذه درتها في خاطر خواتاتي العزاز، أختي الوسطى أم عبد الجليل، وأختي الصغيرة أم عصومي. جاو عندي ضياف وكلاوها عندي وعجبتهم، وهذه درتها ليهم للعيد باش كيديروها لوليداتهم، ودرتها خصوصا لأم عبد الجليل اللي هي تحب السلطة بزاف وتحب هذه الحارة، وكما يقولها هي إنسانة مشقية. درتها لها وتحب الساهل وتحب الحاجة المليحة والسهلة، وأنا درت لها الحاجة المليحة والسهلة، وجبتها لها كما يقولها على بالها بها بلي مالفين نديرها هذه، وجبتها من الأرشيف تاعي القديم كما يقولوها. ومن يعني سلطة من أروع ما يكون، من دواواتها والله من خدمتها، صدقوني من أروع ما يكون. تاكلوها كيما يقولها بالصحة والهنا، وتعيدوا مع وليداتكم بالصحة والهنا وطوال العمر، وإن شاء الله ربي يخلينا لبعضانا. نقول لكم وليد كيما يقولها حباباتي كلهم، اللي يعني أي بنوتة مش مالفات كيما يقولها تدير تخدمها، وصدقوني تغدينا منها اليوم بنتها من أروع ما يكون. نبداو على بركة الله. عندنا لهنا زوج رستوم، عندنا زوج بصلة، عندنا اللفت، عندنا الزرودية ديال السنارية، عندنا الفلفل الحلو، عندنا الحار، وعندنا البروكلو، وعندنا طبعا الخيار. هادو كيما يقولها زوج بصلات، خاطر ما كل هادو راح نقسمهم، كل راس بصلة وراس توم نوع من أنواع السلاطة. طبعا الخيار نديروه نقصوه بصح ما نحطوهش يطيب معاهم. كل حاجة نقسموها، عندي زوج حبات تاع القارص قسمتهم على زوج، كل سلاطة تدي الحبة تاعها. لهنا قبل ما نبداو في الخدمة تاع السلاطة تاعنا، جبت لكم التعقيم الثاني للمرة الثانية، سما هذا بالماء غليان والخل. البارح درته لكم بالبخار، واليوم بالماء غليان والخل. البلارة تاعك اللي راح ديري فيها أي سلاطة اللي تحبسي الحاجة تكون تعقميها، الحاجة تاعك باش تحطي فيها تكون معقمة، عقميها هكا على السريع قدامك. حطي الماء يغلي وحطي فيه زوج مغارف ولا ثلاثة تاع الخل، وحطي في البلارة تاعك كيما هكا. خضيهم مليح، خل مليح كيما يقولها، مخضي الماء فيهم مليح كيما يقولوها، حتى كامل يقيس البلارة ويقيس الغطاء، وفرغيه وحطيه كيما هكا يقطروا قدامك وانتي تخدمي. نبداو على بركة الله كما يقولها القصان تاعنا تاع الخضرة. ونقول لكم طبعا اذا عجبكم الفيديو اللي ما اشتركش تشترك وتشرفني بالاشتراك تاعها، ونتمنى منكم كما يقولها دائما تكونوا معايا وتدعموني، وكما يقولها وجبروا بخاطري كما ربي كما يقولها ان شاء الله ربي يجبر بخاطركم. وهذه العواشر اللي كل واحد ربي يعطيه وش يتمنى في هذه العواشر، ونتمنى لكم كل كما نقولها الخير والهنا ليا وليكم ولوليداتكم كامل، والحباباتي كامل المشتركين تاعي القدم، وقول لهم راكم ديما في القلب يا العزاز. طبعا نقصوا لهنا الخضر تاعنا، الحار ما تنحيلوش الزريعه، وديري شويه تاع خشين. لهنا نقصوا الحبه تاعنا تاع القارص هكا. الحوايج الخضر اللي واش عندك، اللي عندك كما يقولها ديريه. وصدقوني هذه كيما يقولها ديروها كل ما تخلص، ما تزيدوا تعاودوها، ما خاطر ما الدواوات تاعها كيما يقولها من كيما يقولها كيما كانوا كيما يقولها مواتنا بكري، كيما يقولها دواواتهم الدواء يعني مداويين من اروع ما يكون فيهم كيما يقولوها. والبنة صدقوني يقسم لكم بالله العلي العظيم، وهذه عواشر واني كيما يقولها ما نحلفش كيما يقولها على الكذب، والله كيما يقولها بنتها الله يبارك يعني ما شاء الله، بنتها تهبل تهبل تهبل. وجربوها وردوا لي بالخبر، اللي كلاها او على بالو، واللي ما كلاهاش يجرب ويشوف ويحكم. ونصليو على الرسول عليه الصلاة والسلام، ونقولوا في هذه العواشر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولهنا نقول لكم باللي اللي تحب دير طبقات تاع الألوان، كل لون تحطوه في الماء 5 دقائق كما نقولوا الماء غليان، تحطوه في الماء 5 دقائق وتهزو هكيك كل وحده ورا خوتها حتى تخلص، حتى تعبي البلاره تاعها. حتى من الثوم، الحبات تاع الثوم كي تحطيهم صحاح هكيك كاملين،
هما تاني كيما نقولها ديري لهم الطبقة تاعهم، تحطيهم 5 دقايق في الماء وتحطيهم ليه. ولا كان درتي كامل كيما درت انايا تحطيهم كامل مع بعضاهم، كي تحطيهم كي يغلى الماء حطي الخضره تاعك، لا ملح لا والو، تحطي الخضره تاعك كي تبدا تهز الغليه حسبي لها 5 دقائق، كي تعدي 5 دقائق نحيها حطيها تقطر تبرد، والماء خليه يبرد نسحقوه باش نحطوه على الخضره، من بعد ساعه نديروه في نحطو فيه الخل ونحطو فيه السلطه تاعنا. لهنا أنا جبت لكم باش نقول لكم باللي بالعظمه هذه تشوفوا المقدار تاع الملح، النسبه تاع الملح في الماء. حطيتها في الماء تاع العين هبطت، وكين حطيتها في الماء هذا اللي فيه الخل، اللي فيه نقول انا عفوا اللي فيه الملح اللي درت به السلطه تاع البارح تاع البطراف، فيه الملح. شوفوا باللي هكا كي تطفى لكم هكا العظمه ويبان منها غير شويه باللي راهو الملح تاعها معدل، راه الملح تاعها تمام. هذاك هو النيفو تاعها كيما نقولها كامل، كيما كانوا بكري جداتنا وكيما يقولها وجدات والدينا يخدموا الحاجه كيما هكا، يعيروا بالملح بالعظمه. لهنا بعد ما بردت لنا الخضره تاعنا نحطوها في لي بورطمونجي ولا نحطوها في البلارات اللي حابين نحطو فيها، ونحطو وريقه تاع الرند، نحطو حبيبات تاع فلفل الكحل حب، ونحطو شويه حبيبات تاع الاخر زريعه البسباس حب، والكمون حب، والكزبر حب. انا ما عنديش الكمون حب وما عنديش الكزبر حب، حطيت لكم شويه تاع الكمون مرحي، ما حبيتش نحط الكزبر مرحي باش ما تروحلناش الطعمه تاع السلطه. وانتيا انا عطيتكم كلش ديري فيه حب. وحطيت اليطره تاعي تاع الماء هذاك من اللي غلينا فيه الخضره تاعنا، يطره ماء فيها مغرف تاع سكر، وفيها 3 مغارف ملح، وفيها كاس تاع الخل. ولهنا اني درت فرغت وحطيت ونسيت الهريسه. في الهريسه هذه الجهه السما اللي فيها الفلفل الحار نزيدو لها في الماء تاعها الهريسه جله من لا يسهو. يعني انا حاطه الهريسه قدامي وصدقوني باش قاعده نشوف فيها كي نعود نصور، صدقوني التصوير راهو صعيب باش تجي تركزي مع التصويره تاعك باش تخرج لك مليح او تركزي مع خدمتك. شويه العقل كيما يقولها، خصوصا اذا كنتي تخمي بزاف في حوايج بزاف. لهنا تحطي في اليطره هذيك تاع الماء تحطي 3 مغارف هريسه، تحركيهم مليح وتعبي البلاره تاعك. هذه نقولوا لها الهريسه الحاره، هذه اللي فيها الجهه الببوطه اللي فيها الفلفل الحار هاكا، وتحطيها في البلاره تاعك. ونزيدو هادو جاوني 2 حارين، ودرت وحده حلوه. تحطيهم كيما هاكا وتغطيهم، ما تنسيش زيت عرب من الفوق، تحطي لهم زيت عرب. وهذه هي كيما نقولها السلطه المخلل، يعني الاصلي القديم تاع كيما نقولها جداتنا وتاع والدينا، يعني من قديم وانا حكمتها هاد لاغوسيت ندير بها في داري. وهذه اللي هنا الحلوه طبعا ديري واش درتي في الحاره وما تحطيش كيما نقولها كيما نقولها غير الفلفل الحار. ونقول لكم مع السلامه.